منوريني على قناه ابداعات بدينا. اهلا بيكم، يا رب تكونوا بالف خير. هنبدا كلامنا بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا علبه السمنه، عاملين حاجات كتير جدا في القناه بعلبه السمنه، مبدعين. يمكن القناه الوحيده اللي احنا عاملين فيها ابداع فظيع بعلب السمنه. النهارده هنعمل حاجه يعني كل فكره مختلفه عن الفكره اللي قبلها. عندنا علبه سمنه فضيت اهي، يلا نشوف دي هنكمل بيها ديكور طقم، هبقى اوريه لكم كله في الاخر لما اخلصه. يلا بينا بقى على الفيديو، يلا بينا. يا حبايبي بصوا بقى، انا النهارده الفيديو اقتصادي جدا. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا انا اهو، بصي وضحي، بصي ان علبه السمنه ما ترشتش، وفي نفس الوقت مش باين خالص خالص اي فراغات لعلبه السمنه. تمام، هو الاستراس بس حطاه في الاول وحطاه في الاخر، والباقي توزيع ورد الستان زي ما انتم شايفين. لان يعني انا اقصد اقول لك ان علبه الاسبري غليت النهارده، مثلا بقت ب 35 و40، فانتي ما ترشيهاش. لا، احنا هنعمل ورد الستان ونلزقه بطريقه يخلي علبه السمنه اصلا مش باينه خالص. وضحي، بصي اعملي زوم حتى عشان يبان، يشوفوا انها ما ترشتش، وفي نفس الوقت مفيش حاجه من علبه السمنه بصوا من كل الاتجاهات باينه. انت الزقي ورد الستان بتاعك كويس، هتلاقي ان انت مش محتاجه ان انت ترشي سبراي خالص، زي الفل. يعني ده برضو يعتبر فيديو اقتصادي. طبعا انا حاطه فيها ورد عشان انا بعد فاضل لي فيديو تاني واوريكم بقى الطقم كله كامل اللي انا عاملاه للانتريه، فانا حاطه ورد. لكن انت لو حابه تحطي مشاط تعمليها مقلمه براحتك، لكن انا حاطه ورد لسبب. لكن انت عاوزه يا حبيبه قلبي تعمليها
لمشاط، لما تعمليها مقلمه، تعمليها اي حاجه، اي حاجه تاني براحتك زي الفل. طبعا الالوانات بتاعتك كل حاجه بتاعتك بذوقك. ايه رايك يا بوسي؟ تسلم ايدك، تحفة. زي الفل. فيديو بسيط جدا ومش مكلف جدا، وبصوا يعني ببلاش. يلا باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.